وضع المعلم 10,000 رطل من الخلخال المثقل على الفتاة، لكنه كذب عليها قائلا إن وزنها 5 أرطال فقط. صدقته الفتاة الساذجة. ذهبت إلى مسابقة سباحة وهي ترتدي الخلخال. فجأة انفصل الخلخال أثناء السباق. اهتز حوض السباحة بعنف. قذفت الفتاة من المسبح وهبطت عند خط النهاية مباشرة. اتضح أن الفتاة عبقرية في السباحة، لكنها كانت تشعر بانعدام الأمن بشدة. في صغرها فقدت والدتها. تزوج والدها مرة أخرى، وأنجبت زوجة أبيها ابنة أخرى اسمها ماري. عانت ماري من إساءة زوجة أبيها المستمرة، ولم تجد ماري السلام إلا بالسباحة في النهر. في أحد الأيام على ضفاف النهر التقت ب3 معلمين سباحة، علموها كل ما يعرفونه عن السباحة، ووضعوا عليها خلخالا مثقلا وزنه 10,000 رطل. في أحد الأيام عندما عادت إلى المنزل اكتشفت أن ماري أحرقت ممتلكات والدتها. غضبت الفتاة بشدة، صرخت على ماري لتجاوزها الحد، ثم دفعت ماري بقوة. غضبت ماري لكنها عرفت أنها لا تستطيع التغلب عليها، فهربت لتخبر والديها. سرعان ما سحب خادمان الفتاة أمام والديها. غضب والدها بشدة. كان من المفترض أن تمثل ماري العائلة في مسابقة سباحة قادمة، والآن أصابتها الفتاة. أمرها والدها بالاعتذار لماري. حاولت أن تشرح لها ما حدث بالفعل، لم يستمع والدها حتى أنه أراد طردها من المنزل. أصيبت الفتاة بالذعر في تلك اللحظة. ظهرت امرأة جميلة فجأة. اتضح أن للفتاة عمة، حمتها خالتها، وحصلت لها على فرصة للانضمام إلى مسابقة السباحة. عقد والدها صفقة معها، إذا استطاعت الفوز بالمركز الأول في المسابقة فسيجبر ماري على الاعتذار لها. وافقت الفتاة دون تردد. في اليوم التالي وصلت الفتاة إلى مكان المسابقة. كان المكان مليئا بالإثارة. جاء والدها ليشاهد. كانت ماري وخالتها أيضا متسابقتين. كان تحدي الجولة الأولى هو: كان لكل متسابقة حبل زنبركي مربوط حول خصورهن، كان عليهن السباحة للأمام ضد المقاومة. من يصمد أطول يفوز بالمركز الأول. بدأ السباق بعد ذلك بوقت قصير. لم يصمد معظم المتسابقين سوى 10 دقائق تقريبا، حتى عمتها لم تستطع الصمود لأكثر من 20 دقيقة. ثم قفزت ماري بثقة في المسبح تحت أنظار الجميع المذهولة. صمدت لمدة 30 دقيقة. أشاد الجميع بقوتها المذهلة، حتى والدها ظن أن ماري ستكون البطلة. هذا جعل الفتاة التي على الجانب قلقة للغاية. كانت التالية بعد ماري مباشرة. استجمعت الفتاة شجاعتها وقفزت في المسبح، على الرغم من أنها أرجحت ذراعيها بكل قوتها. كانت أساور الكاحل الثقيلة على ساقيها لا تزال ثقيلة جدا. لم تصمد سوى 30 ثانية. سخرت منها ماري من الشاطئ قائلة إنها لا تجيد السباحة على الإطلاق. خرجت الفتاة بهدوء من المسبح. في قلبها أقسمت أنها ستتفوق على ماري في الجولة التالية. كان تحدي الجولة الثانية هو: السباحة دورة كاملة حول المسبح. أسرع سباحة ستفوز بالمركز الأول في تلك الجولة. عند صافرة الحكم قفز جميع المتسابقين في الماء، لكن ماري بقيت في الصدارة طوال الوقت. بينما كانت الفتاة في المركز الأخير بدأ الجمهور ينتقدها قائلين إنها لا تستحق المنافسة. 3 أشخاص فقط بدأوا مندهشين. كانوا أسيادها الثلاثة يراقبون سرا من المدرجات. لاحظوا أنها حتى مع 10,000 رطل من أساور الكاحل المثقلة أنهت السباق في 40 ثانية فقط. كانت الفتاة بلا شك أعظم عبقرية سباحة في العالم، ولكن على الجانب الآخر خسرت الفتاة جولة أخرى. كانت ثقتها بنفسها تتلاشى بسرعة. في تلك اللحظة سارت عمتها بجانبها. قالت لها إن المتسابقة يمكن أن تخسر السباق، لكن يجب ألا تستسلم أبدا قبل أن يبدأ. أعادت هذه الكلمات إحياء الشجاعة في قلب الفتاة. سرعان ما أعلن الحكم. قواعد الجولة الثالثة. ستكون هذه الجولة مباراة دفاع عن اللقب. تبخترت ماري بغطرسة إلى جانب المسبح. لم تصدق أحدا يجرؤ على تحديها، ولكن في تلك اللحظة تقدمت عمتها. قررت تحدي ماري. بدأت المباراة بسرعة. غطست ماري وعمتها في الماء معا. في البداية كانت سرعتهما متقاربة، ولكن فجأة استخدمت ماري تقنية سباحة غامضة. دارت في الماء كمجموعة أسماك. فذهل الجميع. كانت ماري تستخدم مهارة سباحة بمستوى احترافي. هذه التقنية لم تجعلها تسبح أسرع فحسب، بل عطلت مسار خصمتها أيضا مما أبطأها. فهزمت ماري عمتها بسهولة. المتسابقات الأخريات برؤية ذلك ازداد خوفهن من تحدي ماري، لكن الفتاة كانت مختلفة. لمحت مدربيها في المدرجات. أومأ أحدهم إليها. شعرت بقوتها تستعيدها. تقدمت بشجاعة وتحدت ماري بحزم، لكن والدها الواقف بالقرب منها نظر إليها من أعلى وأمرها بالنزول من على المسرح. حتى المتسابقات الأخريات اعتقدن أنها تضيع وقت الجميع. قالوا لها أن تستسلم، لكن الفتاة لم تتراجع. وقفت بثبات عند خط البداية. أطلقوا الحكم صافرة النهاية. استخدمت ماري صافرة أخرى واستخدمت تقنيتها الغامضة، ولكن لدهشة الجميع لم تتأثر الفتاة إطلاقا. اتضح أنها كانت قد تكيفت بالفعل مع وزن الخلخال. لم يعد هذا النوع من التدخل يؤثر عليها. ثم انخلع خلخالها الثقيل فجأة. لم يدرك أحد من الجمهور. كانوا على وشك أن يشهدوا ولادة عبقرية سباحة حقيقية.